هنا في مدينة السليمانية، وتحديداً بعد عام 2003، لم تكن فكرة إنشاء جامعة أمريكية في العراق حديثة غير ربحية تأخذ بيد الشباب. جامعة بمناهج متطورة ترتكز على تشجيع المهارات الفردية والتفكير النقدي، على غرار الجامعات العالمية العريقة كالجامعات الأمريكية في بيروت والقاهرة ودبي، تمكن الطلبة من اكتساب مؤهلات حقيقية للدخول في سوق العمل، لا أن تمنحهم فقط شهادة جامعية. I would like AUIS to remain at the forefront of helping to build a better Iraq, a better Kurdistan region. How do we do that? The entire fate of the world is in the hands of our teenagers. So by educating them, by helping them to think clearly, to think based on facts, not just on emotion or intuition, we think, we believe very deeply that we're positioning Iraq and the region to have a better future. يرتكز نظام التعليم في الجامعة الأمريكية في السليمانية على محاضرات أساسية متنوعة: العلوم الإنسانية والاجتماعية، الرياضيات، الاقتصاد والعلوم الطبيعية، وفق أحدث المناهج وعلى يد أساتذة أكفاء، كل ذلك لخلق جيل جديد من قادة المستقبل. It was very eye-opening. It was very interesting for us to have activities outside the classroom. Our life was not restricted into the classrooms. It gave me more to learn on my managerial side, on communication skills, on my ability to talk to people. So it wasn't just my life on campus restricted into the classrooms of what I learned from the books, from the teachers. It was so much more than that. موقع الجامعة في السليمانية يحمل دلالة رمزية عميقة، حيث ملتقى حضارات المنطقة الأساسية: الكرد والعرب والفرس والترك، وطلبتها ينتمون إلى مختلف القوميات والأديان والطوائف. المساحات المفتوحة والفضاءات الواسعة في هندسة البناء تعكس فلسفة الجامعة من حيث الشفافية والتعايش السلمي وتعزيز رؤى وطاقات شباب المستقبل في مختلف المجالات، كنموذج للتعليم الحر في المنطقة وتشجيع الفكر التحليلي والنقدي ودعم مسار بناء مجتمع مسالم ديمقراطي يستند على مبادئ الحكم الرشيد ينعم فيه مواطنوه بالحرية والرخاء، كما أنها تمنح فسحة واسعة للحوار والتلاقي بين جميع القوميات والأديان والطوائف. Developing different skills lets us to be prepared for another world outside of the university. Now, because of the activities and the internships that we have here in AUIS, we have gained skills and talents that is important for our future careers and future academic life that we want to approach. The doors that was opened in front of me when I entered AUIS, because I was planned to have my education done in another university, which I think now if I done it there, I was not the same person that I am now, because AUIS didn't offer me only education, didn't offer me only the educational environment. It offered me a diverse environment, which I learned a lot from it, and I've been engaged in some other activities that I did not know that I could be in. في العام الدراسي الأول 2007 انطلقت الجامعة ب3 أقسام فقط: الدراسات الدولية، تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، وكان حينها مجموع طلباتها 10 فقط،
أما اليوم فيبلغ عدد طلبتها أكثر من 1600 طالب وطالبة في 12 قسماً متنوعاً. يختار الطلبة الدراسة في الجامعة الأمريكية ليس بسبب جودة التعليم فحسب، بل أيضاً بسبب الفضاءات الواسعة التي توفرها الجامعة للطلاب لتطوير قدراتهم الذاتية في مواجهة تحديات الحياة العملية والوظيفية عبر تنمية قدراتهم وقراءاتهم للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية. يمتلك طلبة الجامعة الأمريكية امتياز تجربة جميع مجالات الدراسة قبل أن يقرروا التخصص في مجال محدد، وهذا الامتياز يدعمه أساتذة يكرسون فيه جهدهم ووقتهم لتحقيق ذلك عبر النقاشات الطلابية وتعزيز مبادئ الخدمة الاجتماعية والتعليم الذاتي من خلال اتباع أحدث الطرق التعليمية المعمول بها عالمياً. ملتقى السليمانية أحد أهم الفعاليات السنوية للجامعة الأمريكية في السليمانية، إذ وللمرة الأولى في العراق تحتضن السليمانية منتدى حوارياً تحضره الشخصيات الأكثر تأثيراً في العراق والمنطقة والعالم، وتتاح من خلاله فرصة للشباب للقاء والنقاش مع تلك الشخصيات المؤثرة في المشهد العالمي. بالإضافة إلى منتدى السليمانية، يقام مهرجان الجامعة الأمريكية للابتكار، حيث تم إطلاق هذا البرنامج من قبل مركز ريادة الأعمال والابتكار التابع للجامعة AEIC، وذلك لتكريم الأشخاص الذين قدموا نتاجات وحلولاً ساهمت بشكل إيجابي في تطوير المجتمع وتنميته. بالإضافة إلى هذه الفعاليات الأكاديمية والثقافية، تركز الجامعة أيضاً على البعد الإنساني في جوهر البناء التربوي للطلبة. اليوم الكثير من خريجي الجامعة الأمريكية هم قادة ويتصدرون المشهدين المهني والسياسي في المؤسسات العراقية والعالمية، ويؤدون الدور الذي تعلموه من الجامعة لخلق مجتمع مثابر ومتطور ومسالم ومنتج، والنتيجة الحتمية لذلك هو التطبيق الحرفي لشعار الجامعة الأمريكية في السليمانية: تعلم اليوم وقد غداً. Today I can proudly say that AUIS has significantly contributed to the success of my professional career, and this institution well equipped me with the skills, knowledge and experience that put me on a prosperous career path in international affairs. AUIS has one of the best education systems with gaining a foundation knowledge in a range of different topics. With a liberal arts education system, AUIS has opened our eyes to learn across a diverse field of studies. The professionality and the welcoming of AUIS's faculty reflects their centrality in addressing the primary education mission among the universities.